Take the microphone, please. طلال ميديا بريس والوطن العربي. سؤالي وهو الشكر الجزيل للاعبين المغاربة اللي قدموا لقاء كبير جدا. تحية للزياش، تحية للاعبين، تحية للمدرب الكراكي اللي بين خلال هذا اللقاء على أنه مدرب من طينة الكبار، عرف كيفاش يقرأ الخصم. شكرا لكم ومزيد من العطاء. Now in English, please. Please, I would appreciate if you ask. واحد الندوه صحفيه انتشرت مؤخرا ديال واحد الصحفي مغربي كيهضر مع الزياش وكيشكرو كيدعمو باللغه العربيه، ولكن ما فهموش ومن سالا بكل ادب قال له now in English please. من هنا كنعرفوا ان الزياش ما كيفهمش اللغه العربيه ولا بالاحرى الدارجه. عندنا الفضول نعرفوا الاصول ديال هذا الشاب اللي تحفنا مؤخرا بالقدرات ديالو والملقب بالمايسترو المنتخب. حكيم زياش بدات المسيرة ديالو من هاجر والديه من أصول مغربية للبحث عن حياة كريمة في هولندا. مارس 1993 بهولندا في وسط عائلة فقيرة، وبالحكم أنه كيحماق على الكرة من كان صغير الأب ديالو سجلو في واحد النادي حداهم، وما كملش زياش 10 سنين حتى مات باباه، وداز واحد الظروف صحية ونفسية خايبة بزاف حيث كان كيدروغا وكيتعاطى لجميع انواع المخدرات في الطفوله والمراهقه ديالو، حتى كيجي واحد المنقذ اللي كينقذ له حياته، عزيز دوباك المدرب ديالو من اصول مغربيه. حاليا حكيم زياش كيلعب في المنتخب المغربي وحتى نادي تشيلسي، وعنده جوج جنسيات، هولندا والمغرب، والرقم ديالو 22 وكيلعب في الوسط الهجومي. بدات المسيره ديالو المهنيه مع النادي هيرنيفن عام 2012، لعب بزاف ديال النوادي الهولنديه وكانت المسيره ديالو جد مشرفه وخدا بزاف ديال الالقاب، مثلا افضل لاعب مغربي، احسن هداف، بحال القدم الذهبي، ولا البطل الوسيم كيساوي الملايير الدولارات، واختاروه يولي يلعب مع اسود الاطلس واخا هاجمات الصحافه الهولنديه انه ما اختارش هولندا اللي تزاد وتربى فيها. المسيره ديالو جد مشرفه حيت كان كيلعب بزاف ديال النوادي المهمه، نادي اياكس امستردام، تشيلسي اللي مازال كيلعب فيها لحد الان. الموهوب المشاغب دا بزاف ديال الالقاب والجوائز، منها كاس السوبر الاوروبي، جائزه هدف الشهر، جائزه هدف الموسم، كاس الاتحاد الانجليزي، افضل لاعب مغربي، جائزه الاسد الذهبي، وزيد وكانوا كيلقبوه حتى بساحر امستردام. 18 في كاس عالم اللي تنظم في روسيا، زياج والمدرب السابق للمنتخب المغربي ملقى ميجا بيضا وقع بيناتهم خلاف وهو يعتزل، وحتى جا هاد العام وليد الركراكي المدرب رجع وتنازل على الاعتزال ديالو حيت كيبغي يلعب في الفريق الوطني ديال بلادو، حيت مؤخرا في واحد الندوه صحفيه قال لهم انا دمي ماشي برتقالي، انا دمي مغربي ودمي احمر، دونك غادي نلعب مع الفريق الوطني ديال بلادي. وتحيه ليك.